بيبدأ فيلمنا وبنشوف مهرجان واحتفال في ولاية أوهايو، وبيجي باركر بيتابع عربية تحصيل تبع البنك محملة فلوس. ولما بتوصل لمكان زي مخزن كده بيبلغ اتنين لابسين لبس مهرج وبيروحوا للمخزن اللي فيه العربية وبيكسروه يدخلوا، وبعدها بيطيروا بلالين لونها أخضر في السماء وبتكون دي إشارة. في نفس الوقت بيلعب باركر لعبة نشان على البلالين وبيدي البنت الصغيرة الدبدوب اللي كسبه، وبيروح ينادي على شخص اسمه هارد وبيلفت نظره للإشارة. وبعدها بنشوف الموظفين قاعدين بيعدوا الفلوس ومنتظرين فلوس تانية جاية، وموظف الأمن بتاع البنك بيشوف باركر واقف على الباب، ولما بيروح يفتح بيقوله إنه عاوز مكان آمن يحط فيه الشنطة اللي معاه عشان يتجول في المهرجان براحته، وبيشاور له على مبنى وبيقوله إن هناك مركز الضيافة وهيقدروا يساعدوه. وفي نفس اللحظة بيطلع الاتنين المهرجين من تحت الأرض وبيهددوا الموظف بالسلاح، وكمان باركر بيرفع في وشهم السلاح وبيدخلوا على الموظفين وبيطلبوا منهم ينبطحوا على الأرض، وبياخدوا منهم موبايلاتهم وبيدخلوا ياخدوا الفلوس، وبيقول لهم باركر انهم مش هيأذوا حد. وفي نفس الوقت بنشوف هارد بيولع في القش وبيعمل حريق كبير، ونروح نشوفهم تاني وهم بيسرقوا الفلوس. بيكون في واحد من موظفين الامن خايف وبيقول لهم انا مش عاوز اموت. واحد من اللي لابسين لبس مهرج بيجي يزعق له وبيقول له لو ما سكتش هفجر دماغك، وبيجي باركر ويقول له سيبه انا هتعامل معاه، وبيحاول يهديه وبيقول له ما تخافش كل حاجه هتبقى تمام ومحدش هيأذيك. وبيسأله اسمك ايه بيقول له بن، وبيقول له حبيبتك اسمها ايه بيقول له هانا. وبيكمل باركر كلامه وبيقول له اوعدك انك بالليل هتكون قاعد مع هانا وانت بتسمع عن اللي حصل ده في نشرة الاخبار. وبيبقى واحد من اللي لابسين مهرج باصص عليه ومش عاجبه طريقته، لكن هو بيكمل كلامه مع بين لحد ما فعلا بيهدى، وبعدها بيطلب منه انه ينبطح زيهم على الارض. وبيفتكر باركر لما كان مع حبيبته كلير وكانوا مبسوطين، وبيروح يسلم على ابوها واسمه هيرلي، وبيبقى واضح من سلامهم على بعض ان في حاجة بينهم. ونرجع تاني للوقت الحالي وبيكونوا قدروا يفتحوا خزنة وفاضل واحدة تانية، وبياخد باركر الفلوس ويحطها في الشنطة، وبيفتكر مرة تانية كلامه مع ابو حبيبته، وبنتفاجئ انه شريكه في السرقة وهو اللي بيخطط، وبيقول له لو وافقت تشاركنا هتكون انت القائد. ونرجع مرة تانية ليهم وهم بيفتحوا الخزنة التانية، وفي نفس اللحظة بتكون الحريقة زادت، واول ما بيسمع باركر الانفجار بيقول لهم يلا اتحركوا، وبتوصل عربيات المطافي وبيحصل قلق في المكان. وفي الوقت ده بيهربوا في عربية شبه عربية اسعافات الحريق، وبيشيل باركر الباروكة اللي على راسه وبيلبس جاكيت مختلف، وبيشوف الناس وهي بتجري وخايفين، وبيروح يزعق لهارد علشان عمل الحريق في مكان غلط وكان ممكن حد يتأذي او يموت. وبينقلوا الفلوس في عربية تانية وبياخدوها وبيمشوا. وهم في العربية واحد من افراد العصابة بيقول لباركر العملية كانت ناجحة جدا وعلشان كده لازم نعمل عملية تانية ومكسبها هيكون اكتر، لكن باركر بيرفض وبيحاولوا يقنعوه لكن بيفضل مصر على الرفض. وفي الوقت ده بيدوا اشارة لبعض انهم يبداوا الهجوم عليه ويخلصوا منه، لكنه بيحاول يقاومهم، وبعد محاولات بيقدر ينط من العربية لكن بيكون اتصاب ومرمي على الارض. وبيطلبوا من هارد انه ينزل ويخلص عليه، وفعلا بينزل يضربه رصاصة ويرميه على جنب الطريق على حافة بحيرة. وبعد شوية بتمر عربية محملة خضار بيشوفوه مرمي على الارض ومتصاب، وبياخدوه معاهم في العربية لما بيعرفوا انه لسه عايش. وبيفوق باركر في المستشفى وبيسمع اخبار حادث السرقة في التلفزيون وبيعرف ان في واحد مات، وبيقوم يحاول يخرج لكن لما بيبص من الشباك بيشوف عربيات الشرطة، فبيرجع ينام على السرير مرة تانية. وبيجي ممرض علشان ياخد مريض موجود مع باركر في الأوضة على جلسة الإشعاع، وبيمسكه من رقبته لحد ما بيغمى عليه ويقع على الأرض، وبياخد هدومه يلبسها وياخد هو الحالة ويخرج بيها. وبيسمع أفراد الشرطة وهم متجهين لأوضته بيقولوا إنه لازم يكون من أفراد العصابة لأنهم لقيوه مصاب بطلقتين ومرمي على الطريق. وبينزل ياخد عربية من عربيات الإسعاف يهرب فيها، وبيقف في مكان هادي ويعلق لنفسه محلول لأنه لسه تعبان. وبعد شوية بيروح على مكان باين كده انه بيته، بيروح يظبط نفسه ويغير هدومه وياخد معاه سلاح وينزل يركب عربية وبيدورها بطريقته ويمشي. وهو في الطريق بيكلم واحد ويقول له انه محتاج لأوراق اثبات شخصية ضروري وما تقلقش هتصرف واديك فلوسك. وبيروح على مكان متأكد انه فيه فلوس، وبيهدد واحد وبيصيبه في رجله لما مش بيسمع كلامه، ويدخل ويكتفه هو وصاحبه وياخد شوية فلوس ويمشي، وبيقول له هطلب لك الإسعاف. وهو خارج بيشوف واحدة ست نزلت من عربيتها فبياخد العربية ويهرب بيها، وبيروح عند الراجل اللي طلب منه يعمل له ورق وبيقول له عاوز شهادة ميلاد ورخصة عربية، وبيبدأ يصوره علشان يخلص له ورقه خلال 5 أيام. وبعدها بيتصل بهيرلي وبيقول له ان المهمة حصل فيها شوية مشاكل، وبيطلب منه حاجتين، اول حاجة يقول لكلير انه هيغيب عنها شوية، وتاني حاجة عاوز يعرف مكان ميلاندر. وبينصحه هيرلي انه يشيل فكرة الانتقام من دماغه لان ميلاندر مش لوحده، ده وراه مافيا كبيرة، وبينصحه بلاش يمشي في السكة دي. لكن
باركر بيفضل مصر وفي الاخر بيقول له خلاص انا هقولك على اللي انا عارفه. انا عارف ان اخوه بوبي عنده 5 بارات وكباريه وقال له على المكان، وكمان قال له خلي بالك لانهم اشرار جدا. وبيتجه فورا للمكان وبيطلب يقابل بوبي، لكن الجارد بيقول له مستحيل، ولما بيقول له انه من طرف واحد قريبه بيقول له استنى ويدخل علشان يبلغ بوبي، لكن باركر بيدخل وراه ويضربه ويدخل بنفسه ويساله عن مكان اخوه، لكن بيؤمر جارد انه يطرده. وبمجرد ما بيقوم الجارد بيضربه باركر ويروح على بوبي وبيقول له قول لي مكان اخوك فين. في البدايه بيرفض، لكن باركر بيضربه جامد لحد ما بيقول له انه في فلوريدا. وبيوصل واحد وبيحاول يخلص على باركر لكنه بيهرب، وبيتصل بواحده وبيقول لها انت لازم تسافر بسرعه لان المشاكل هتلاحقك. وبيتصل بهيرلي ويقول له ان آن الاوان انك تاخد اجازه. وبعدها بنشوفه وصل فلوريدا، وبنشوف العصابه اللي غدرت بيه، وبوبي بيتصل باخوه هارد وبيبلغه اللي حصل، وبيبلغ باقي العصابه ان باركر لسه عايش وعارف مكانهم. ولما ميلاندر بيسمع الكلام ده بيحط المسدس في راسه ويقول له انت اللي قتلته بنفسك ازاي لسه عايش. وبيأمره يتصل بعمه دانزينجر في شيكاغو ويقول له يتصرف هو في الموضوع. ونروح نشوف هيرلي وهو بيقول لبنته انهم لازم يسافروا فورا، وبتكون قلقانه جدا على باركر، لكن ابوها بيطمنها وبيقول لها ان الحاجات دي بتحصل كتير. وبيخرج وبيقول لها اقفلي الباب كويس لحد ما ارجع. وبيجي واحد شكله غريب بيفتح الابواب ويدخل عشان يخلص عليها، لكن بتحس بحركه وبتقدر تهرب عن طريق سلم من الشباك وتنزل تقطع كاوتش العربيه، وبتاخد عربيتها وتهرب. وفي الطريق بيتكلم باركر وبيقول لها على مكان تروحه هيكون امان بالنسبه لها، وبيقول لها انه هيروح لها على هناك، وبتساله لو ما جتش. قال لها ساعتها خدي كل الفلوس اللي في الخزنه وسيبي المكان. ونروح نشوف بنت اسمها ليزلي ورايحه تاخد قهوه من مكان وفي شرطي قاعد في المكان، وبيضايقها ويقول لها ايه اخبار جوزك السابق، وهي كمان بترد عليه بسخافه وباين انها مش طايقاه وبتسيبه وتمشي. ونرجع لباركر اللي رايح للراجل اللي هيعمل له الورق، وبيشوف عنده ناس مسلحين وبيسالوا عنه، لكن روتري الشخص المزور بيقدر عليهم ويخليهم ينبطحوا على الارض، وبيدخل عليهم ويقدر يسيطر على الموقف، وبياخد اوراقه اللي بتكون باسم دانيال. وبعدها بيطلب من روتري يمسك مسدسه ويخلص عليهم، وبعدها بياخد المسدس اللي عليه بصماته وبيبقى خايف وبيقول له انت كده بتهددني. قال له كل اللي عليك ان لو حد سالك عليا ما تقولش ان جيت لك اصلا. ونروح نشوف هيرلي وباركر وبيتكلموا مع بعض، وبيحاول هيرلي يخليه يرجع في كلامه وما ينتقمش من العصابه، وبيديله شنطه فلوس ويقول له انهم بعتوها له نصيبه من العمليه وعليها زياده 10%، لكن باركر بيعرف ان دي فلوس هيرلي وهم مش ممكن يعملوا كده. وبيقول له ارجوك دانزينجر متوحش ابعد عن طريقه، وكفايه انه بعت حد علشان يخلص على بنته وانه مش مستعد يخسرها. لكن باركر بيقول له انه مش هتنازل عن حقي وهاخد فلوسي منهم، انا كان بيني وبينهم اتفاق وهم اخلوا بيه، لكن انا مش هسمح بكده مهما حصل. وكمان بيقول له احنا لازم نروح فلوريدا ونشتري بيت هناك. ونرجع مره تانية لليزلي وبنشوفها في شغلها وبنعرف انها بتبيع وحدات سكنيه، يعني بتشتغل في التسويق العقاري، وبقالها فتره ما عندهاش عملاء وبتحاول تسرق عميل من صاحبتها. وبيطلع العميل اللي بتسرقه من صاحبتها هو باركر، لكن طبعا باسمه الجديد، وبتاخده علشان تفرجه على الشقه اللي هيشتريها، لكن بيقول لها تشوف له مكان تاني وانه هيعدي عليها في مكتبها تاني يوم الصبح. وبعدها بيروح لكلير زي ما وعدها، واول ما بتشوفه بتطير من الفرح، وبتقول لها قد ايه هي كانت خايفه لما واحد هجم على بيتهم وعاوز يخلص عليها، وبيقول لها هم ما كانوش هيأذوكي، دول كانوا عاوزين يوصلوا ليا. فبتقول له كانوا هيخلصوا علينا احنا الاثنين. فبيقول لها لو خايفه ممكن تسيبيني وانا عمري ما هلومك. وتاني يوم بنشوفه راح يتفرج على البيت الجديد مع ليزلي، وبتقول له ممكن تشتري البيت بالعفش، وبتساله اذا كان متجوز، فبيقول لها اتجوزت مره وماتت. وبيسالها وانت جوزك بيشتغل ايه، فبتقول له انها مطلقه من سنه تقريبا وانه كان بيشتغل مندوب مبيعات. وبتقول له انه خدعها وفهمها انه رجل اعمال، وطلع كل ده وهم، حتى عربيته كان مأجرها. وبعدها بيركبوا العربيه مره تانية وبتشاور له على بيوت تانية وتقول له على اسعارها. وبعدها بيقعدوا في مكانه وبتدي له بيانات اكتر من بيت، وقال لها هشوف هاخد مين فيهم، وبتحاول تعزمه على الغدا، لكن هو بيقول لها انه مرتبط بمواعيد تانية ولازم يمشي. وفي البيت بنشوف ليزلي وهي بتتحقق من بيانات باركر، لكن بتتفاجئ ان ملوش اي معاملات ماليه قبل كده، ودي حاجه غريبه طبعا. وبتبقى قاعده متضايقه، وبتيجي امها تقول لها انها هتخرج ولو عاوزه تروح معاها، لكن ليزلي بترفض الخروج. ونروح لباركر ونشوفه وهو بيراقب افراد العصابه وهم في بيتهم، وبيكونوا خارجين وبيستخبى، واول
واول ما بيمشوا بيدخل هو البيت وبيثبت اسلحه تحت الترابيزه. ونروح نشوف الراجل اللي هاجم بيت كلير راح لمزور الاوراق وبيساله عن باركر، لكن بيقول له انه ما يعرفش حد بالاسم ده وانه ما جالوش ابدا، وبيتعصب الراجل منه وبيطلع مطوه وبيخلص عليه. ونرجع لباركر اللي بيكمل باقي تجهيزات في بيت العصابه وبيسمع صوتهم راجعين، فبيقفل اللي في ايده وبيستعد للخروج بنفس الطريقه اللي دخل بيها. ولما بيخرج بيلاقي ليزلي في عربيته وبتقول له اظن انت فاضي دلوقتي نروح نشرب حاجه، وبيسالها مين يعرف انك هنا، فمش بترد عليه وبتفضل تتدلع وتقول له تعالى نروح لمكان معزول عن هنا. وفجاه بيشدها من شعرها وبيقول لها لما اسالك على حاجه تردي، فبتقول له ان مفيش حد يعرف هي فين، فبيقول لها يلا نروح على مكتبك. وفي الطريق بتقول له انت كنت بتمثل عليا حلو بس انا ما صدقتكش. وبتساله دانيال ده اسمك الحقيقي، فبيقول لها وايه مش هيخليه اسم الحقيقي. قالت له لان من الصعب ان ما يكونش عندك حساب بنكي ولا اي معاملات ماليه طول الوقت ده، وكمان واحنا بنتفرج على البيوت هو ده البيت الوحيد اللي لفت نظرك وسالت عليه كتير. وبيقف بالعربيه في مكان غريب وبتساله وقفت هنا ليه، لكن بياخدها من ايدها وبيقول لها امشي وانت ساكته. وبيدخلوا البيت ولما بتيجي تنور النور بيقول لها لا بلاش، وبتدخل تاخد ازازه تشرب نبيذ، وهي بتحكي له قد ايه هي زهقانه من حياتها ومفيش اي اهميه لوجودها في الحياه. وبتقول له لو عاوز تقتلني خلص عليا ومحدش هيسالك ولا هيحاسبك لاني مش مهمه، ولو مش هتقتلني انا ممكن اساعدك. فبيقول لها تساعديني ازاي؟ فبتقول له الناس هنا اذكياء جدا ومعاهم فلوس كتير، وانت ممكن يكون هدفك سرقه او ابتزاز معرفش، المهم ان اعرف المكان هنا كويس واقدر اساعدك، وانت محتاج لحد يكون عارف المنطقه كويس والا هيمسكوك. فبيقول لها اقلعي هدومك وبتفكر انه عاوز يعمل معاها علاقه، لكن بيقول لها عاوز اعرف اذا كنت مخبيه جهاز تصنت ولا لا. وبتقلع هدومها وتوري انه مفيش اي اجهزه، وبتقول له اقدر اجاوبك على اي سؤال خاص بالمكان، وكل ده مقابل نسبه صغيره تخليني اقدر اسيب البلد دي وامشي. وبيقول لها لف وارفعي شعرك، وبتعمل اللي بيطلبه. ولما بيتاكد ان مفيش اي اجهزه تصنت بيقول لها اغسلي الكوبايه اللي شربت فيها واقفلي المكان قبل ما تخرجي. وبيقول لها انه هيفكر في الموضوع ويسيبها ويخرج. وتاني يوم بنشوف باركر وهو بيراقب ميلاندر وبيفتكر لما ضربه بالرصاص في العربيه. ونروح نشوف ليزلي وبيقابلها الشرطي اللي معجب بيها ودايما بيضايقها، وهو واقف بيتكلم معاها بيجي لها تليفون وبيكون باركر هو اللي بيكلمها، وبتنبسط جدا انه اتصل بيها. وبيلاحظ الشرطي وبيروح وراها يراقبها، وبتاخد باركر ويطلعوا على شقه، وعند الباب بتقول له مش عايز تفحصني مره تانية عشان تتاكد ان مفيش جهاز تصنت. وبتقرب منه وبتبوسه، لكن هو بيقول لها مش وقته عندنا شغل مهم. وبيقول لها خلينا افهمك اولا ما تسالنيش عن اي حاجه لان مش هقولك غير اللي انا عاوز اقوله، والشخص اللي مسمي نفسه رودريجو اخد مني حاجه وعاوز ارجعها وهو معاه 3 اشخاص تانيين، وهو جاي هنا علشان يسرق وهيستخبى في البيت بعد ما يخلص السرقه. وبتقول له يعني انت هتسيبهم يسرقوا وبعدين تاخد اللي سرقوه؟ طيب انت عارف المكان اللي هيسرقوه؟ فبيقول لها لا معرفش. طيب هيسرقوا امتى كمان؟ بيقول لها معرفش، كل اللي اعرفه انهم هيسرقوا مجوهرات وقيمتها من 50 ل 75 مليون دولار. فبتقول له ايه ده؟ هيسرقوا مجوهرات السيده كليندون؟ فبتقول له مستحيل يعملوا كده، دول هيتقتلوا فورا وانت لو قربت منهم هتتقتل انت كمان. وبتحاول تمشي لكن بيشدها من ايدها وبيقول لها انت شركتي دلوقتي ومش مسموح لك تنسحبي. وبنشوفهم بعد كده في العربيه وهي بتكلموا عن كليندون وبتقول له انها سيده المجتمع الاولى وعندها مسات كتير جدا، ولما ماتت سابتهم لصالح فلوريدا بالم بيتش، وانهم هيعملوا مزاد لبيع المسات دي بكره بالليل، وان المسات تقدر ب 75 مليون دولار. ونروح نشوف تجهيزات المزاد، وكمان العصابه دخلت كانهم عمال وبيحطوا حاجات تحت الارض اكيد هيستخدموها في خطتهم. ونروح لباركر وليزلي في العربيه وبتساله انت اتسجنت قبل كده؟ فمش بيرد عليها، وبتساله طيب انت مش ندمان على اللي بتعمله؟ فبيقول لها ان الكل بيسرق، تفتكر اللي في البيوت دي حد فيهم بيحس بندم؟ وبيوصلوا للمكان اللي يقدر يدخل منه، وهناك بيشوف ميلاندر والعصابه، فبيطلب من ليزلي انها تنزل وتروح تركب تاكسي وتمشي. وبيروح على الفندق اللي نازل فيه، ولما بيطلع الاوضه بيلاقي الشخص اللي كان عاوز يخلص عليه كلير مستنيه وعاوز يخلص عليه وبيطعنه في صدره، لكن باركر بيقاوم ويفضلوا يضربوا في بعض. وفي النهايه باركر بيخلص عليها وبيفتكر انه خلص عليه، لكن فجاه بيقوم مره تانية ويهجم عليه ويحاول يطعنه بالسكينه، لكن بيقاومه بايده وبيخترق السلاح ايده وبيضربوا بعض تاني، ويحاول باركر يزقه من البلكونه، لكنهم الاتنين بيقعوا وبيفضل باركر متعلق بايده في السور وبيضرب التاني بالرجل يوقعه من فوق، وبعدها بيطلع وبيشيل السكينه من ايده. وتاني يوم الباب بيخبط عند بيت ليزلي وبتفتح تلاقي جيك الشرطي المعجب بيها، وبتساله انت عرفت بيتي منين؟ وبيقول لها انا جايلك في مهمه، تعرفي واحد اسمه دانيال بارميت؟ فبتقول له ايوه اعرفه واعرف انه من تكساس وفرجته بعض الاماكن علشان كان عاوز يشتري بيت. فبيقول لها ممكن تجيب لنا قائمه بالاماكن اللي اتفرج عليها؟ فبتقول له طبعا موجوده في المكتب، وبتساله هو
هو في حاجة، وبتلاحظ وجود بقع دم على الأرض وبتحاول تخبيها من جيك، وبتشوف باركر. وبيكمل جيك كلامه وبيقول لها إنه حصل خناقة بينه وبين واحد في غرفته في الفندق، والراجل وقع من البلكونة ومات، وما عرفناش مين الضحية. وبتسأله عن دانيال، فبيقول لها إنه هرب من الفندق وما يعرفوش هو فين. بتقول له يا خسارة طارت العمولة. وبيكمل جيك كلامه وبيقول لها إنهم لقيوا الكارت بتاعها في أوضته، عشان كده جم يسألوها عنه. وبيكون باركر سامع كل الحوار، وبترد عليه ليزلي وبتقوله لما اروح المكتب هجيب لك الاستمارة بتاعته وكل حاجة تحتاجها. وبيحاول يقرب جيك منها لكن بتفتح له الباب وهو بيعتذر لها انه صحاها بدري وبيمشي. وبترجع جارية تطمن على باركر، وبيكون الدم مغرق المكان، وبيديها رقم تليفونه وبيقول لها تتصل وهم هيساعدوه. وبتمشي تروح على شغلها وبتكلم الرقم اللي اداهولها وتبلغهم انه محتاج مساعدة. وبتقول لزميلتها في الشغل لو حد جالك من الشرطة اديهم قائمة بالاماكن اللي اتفرج عليها دانيال. وبتسيب الشغل وتمشي وترجع بسرعة على البيت، تلاقي كلير بتخيط الجرح لباركر، وبيتعرفوا على بعض. وليزلي بتقول له كان لازم تروح المستشفى، لكن بيقول لها ما ينفعش، عندي مهمة ولازم تخلصها. وبتطلب من كلير تمنعه، لكن بتقول لها ان مفيش حد يقدر يمنعه يعمل اللي هو عاوزه. وبتخلص كلير وبتقوم تبوسه، وبيقول لها على المكان اللي هتستناه فيه بعد ما يخلص مهمته. وبتروح تسلم على ام ليزلي وبتمشي. وبعدها باركر بيقول لليزلي ان الشرطي بيراقبها ومن الافضل انها ترجع للشغل مرة تانية، ولما تيجي بالليل مش هتلاقيه. وبتسمع الكلام وتروح على شغلها. وفي نفس الوقت العصابة بتجهز نفسها للعملية، وبيلبسوا لبس رجال مطافي، وشكلهم كده حطوا حاجات في مكان المزاد تعمل حرايق لما كانوا عاملين نفسهم عمال. وهارد بيكون راكب لانش في النهر وتقريبا علشان يهربوا فيه بعد العملية. وبيوصلوا بعربية المطافي المكان قريب وبيراقبوا من بعيد. وبنشوف في المزاد مجموعة كبيرة من المجوهرات، والكل بيكون معجب بيها جدا. وبيبدأوا المزاد لكن بتحصل فرقعة جامدة وبيطلع نار، والكل بيجري ويصرخ وتحصل حالة من الهرج وعدم النظام. وبيشوف هارد الحريق وبيتصل بيهم يتحركوا، وبيوصلوا للمكان ويخرجوا الناس. وبيطلبوا من رجال الأمن والشرطة إنهم يخرجوا الكل، ومحدش يقرب من الباب لحد ما يسيطروا على الحريق علشان محدش يتأذي. وفورا بيدخلوا يكسروا الإزاز اللي معروض فيه المجوهرات ويستولوا عليها. وبيتصلوا بهارد يجيلهم، لكن شرطة المسطحات بتوقفه وبتقوله انت في منطقة محظورة. وبيقول لهم انه شايف دخان من بعيد وجاي علشان يساعد، فبيطلبوا منه يبعد ويقولوا له ان المطافي متولية الامر. وبنشوف باقي افراد العصابة لابسين لبس غوص وهينزلوا في المية، وفي نفس اللحظة بتوصل المطافي الحقيقية. وبيكون هارد عامل قلق مع الشرطة عشان يشغلهم وما ياخدوش بالهم من الباقيين لما يغطسوا. ونروح نشوفهم لما دخلوا لقوا كل المجوهرات اتسرقت. وبتكثف الشرطة جهودها في كل مكان عشان تقدر تمسك المجرمين. وبنشوف باركر ماشي مش قادر وبيروح على البيت اللي العصابة هترجع عليه. وليزلي بتحاول تهرب من جيك عشان عاوزة تروح تساعد باركر، وبتركن العربية في مكان بعيد وتنزل تمشي عشان تروح للبيت اللي فيه باركر. وبتوصل العصابة للبيت وهم فرحانين بنجاحهم في المهمة. وفي نفس الوقت بتوصل ليزلي وتشوفهم من الشباك وهم بيطلعوا المجوهرات اللي سرقوها. وبيجي من وراها هارد ويحط المسدس في راسها وبيقول لها انت مين وبتعملي ايه؟ فبتقول له انا سمسارة عقارات وكنت بفحص البيت. وبيدخلها البيت ولما بتدخل بيزعقوا له، فبيقول لهم انها كانت بتبص عليهم من الشباك. وبيقول لهم ميلاندر انه حاسس ان باركر هو اللي باعتها، فبيقولوا له انت مجنون بباركر، اي حاجة تحصل يبقى هو اللي عاملها. وبيروح هارد يضربها ويقول لها قولي هو فين فورا والا هخلص عليكي. وبيمنعوا ميلاندر ويقول لهم فتشوا البيت كله. واحد منهم بيشوف الباب اللي دخل منه باركر وبيكون مكسور، بيخرج ويدور، وفجأة بيطلع باركر من ورا ظهره ويخلص عليه. وبيرجعوا اتنين يقولوا لميلاندر ان مفيش حد، فبينادي على التالت روس لكن مش بيرد، فبيقول لهارد يروح يشوفه وبيكون خايف. وبيسيب واحد مع ليزلي وبيحاول يلمسها لكن بتمنعه. وبتشوف باركر في الازاز وبيشاور لها ان في سلاح تحت الترابيزة. وفي نفس الوقت ميلاندر بيشوفه وبيجي يضرب عليه رصاص لكن المسدس بيكون فاضي. وبتاخد ليزلي المسدس وتفضل تضربه بالرصاص لحد ما بيخلص الرصاص من المسدس. ويفضل باركر وميلاندر يضربوا بعض، وفي النهاية باركر بيخلص عليه. وبيجي هارد ويحط المسدس في راس ليزلي وبيقول له لو قتلتني دانزينجر مش هيسيبك في حالك وهيخلي حياتك جحيم. وبيهدده انه هيقتلها لو لمسه، لكن باركر بيقول له اقول لها لانه عارف ان المسدس فاضي وبياخدها منه ويخلص عليه. وبياخدوا المجوهرات ويخرجوا وبيقول لها ما كانش لازم تيجي هنا. فبتقول له انا جيت عشان اساعدك. وبعدين بيقول لها انت هتاخدي كل المجوهرات تخليها معاكي، هتحطيها في فتحة من فتحات التهوية وما تعرفيش امك بحاجة ولا تحاولي تطمني
اطمني عليها، وبعد 3 شهور هبعت حد ياخدهم منك. وبيقول لها ان بيع المجوهرات هياخد وقت طويل، ولما يبيعها هيبعت لها نصيبها، ومش لازم تحط فلوسها في البنك ابدا، ومش لازم تصرفي ببذخ. فبتقول له حصتي هتطلع كام؟ فبيقول لها انا ليا 200,000 هاخدهم، وشريكي ليه 200,000، والباقي هنقسمه انا وانتي ويكون ملايين. فبتفرح جدا وبتحضنه، لما بيتوجع بتعتذر له، وبيقول لها هستخبى شويه وبعدين في حد هيساعدني اهرب. فبتقول له كلير مش كده، انا حظي سيء عشان انت مشغول بيها. وبينزل من العربيه وهي بتمشي. وبيمر 6 شهور وبنشوف دانزينجر في شيكاغو، وباركر داخل مكتبه بيخلص عليه. وبعد سنه بنشوف ليزلي في بيتها وجاي لها طرد بتستلمه وبيكون نصيبها. وفي النهايه بنشوف المزارع اللي كان لقى باركر في بدايه الفيلم وانقذه، وهو بيقول انه جاب لهم بيت وسدد ديونهم عرفان منه بجميلهم عليه، وبيقولوا ده مش انسان ده ملاك. والحد هنا بيخلص فيلمنا. سلام.